السلام عليكم. ازيكم حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. وصفتنا النهاردة مميزة جدا، هنعمل مع بعض بسكوت العيد من غير بيض. هنعمله مع بعض خطوة بخطوة بكل سهولة. مكونات موجودة عندك في البيت. شايفين بقى الجمال؟ ما شاء الله اللهم بارك. مين يصدق بقى ان البسكوت الجميل ده من غير بيض؟ شايفين الجمال؟ مقرمش واخد السوا بتاعه المظبوط، وطعمه وشكله احلى واحلى. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد، ومشاركة الفيديو كل حبايبنا عشان توصل لكل الناس. يلا بقى بينا على الطريقة. بسم الله. ده كيلو دقيق، والدقيق دوت مخصص للبسكوت والكحك والبوتشيفور. وطبعا لازم ننخل الدقيق كويس جدا عشان بيدي طراوة حلوة للبسكوت. عايزاكم بقى تعملوا البسكوت كده في البيت، اوفر وانضف كتير من تشتريه من المحلات جاهزة. اعمليه بطريقتي دي هتعجبك جدا، فعلا هتنبهري بالنتيجة. وعايزاكم كمان تمشوا على الخطوات بالظبط، وان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان تمشوا على الخطوات تطلع معاكم البسكوت ناجح 100% ان شاء الله. اعملوا بقى البسكوت ده كده ايام الدراسة، في الرحلات، في المناسبات. اعمليه لولادك كده ايام الشتاء مع كوباية شاي بالحليب، في منتهى الجمال. بعد ما نخلت الدقيق هنخل كمان باكو بيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة ملح. بعد بقى ما نخلت المكونات كلها مع بعض، هقلب بقى الدقيق ومكوناته واركنهم كده على جنب. في بولة تانية هضيف كوبايتين زبدة يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. دي أول كوباية، وتاني كوباية هضيفها. أهم حاجة تكون الزبدة طرية بالشكل ده. بعد ما ضفت الزبدة، وهضيف كمان كوبايتين سكر بودرة، أنا ضربها في كبة الخلاط. لو حابة تضيفي كوبايتين ونص براحتك، بس كوبايتين سكر بودرة مظبوط جدا. بعد كده هضيف باكو فانيليا، وهشغل بقى المضرب كده لحد المكونات كلها تندمج مع بعض والسكر يدوب. وضروري بقى الزبدة دي تكون لونها فاتح والسكر يدوب تماما بالشكل ده. ولو عندك بقى عجانة، حطي الزبدة والسكر كده واضربيهم مع بعض كده في العجانة، بيسهل عليك ضرب الزبدة والسكر. بس طبعا اللي ما عندوش عجانة، انا حبيت اوريكم بس بالمضرب البيض. اللي ما عندوش مضرب بيض ولا عجانة، ممكن تقلبي الزبدة بايدك كده لحد السكر ما يدوب. بس اهم حاجة نطحن السكر كويس جدا وننخله، عشان يعني يسهل عليكي ضرب الزبدة مع السكر. بشغل بقى المضرب كده لحد برضه ما اخلص الزبدة والسكر، ولون الزبدة يكون معايا فاتح. بدأ بقى الخليط يفتح معايا بالشكل ده. بستمر كده في خفق الزبدة، بلم الجوانب علشان السكر والزبدة يندمجوا مع بعض والسكر يدوب تماما بالشكل ده. بدأ الخليط يفتح معايا. اهم حاجة بقى نضرب بالمضرب كويس جدا، وتكون الزبدة دي كريمي فاتحة. بعد ما افتح معايا الخليط، بضيف ربع كوباية زيت ذرة. جربوا بقى الطريقة دي، جميلة جدا وطريقتها سهلة وبسيطة، والطعم ولا غلطة، حقيقي جميل ويستحق التجربة. اعمليه بطريقتي دي هتنبهري بالنتيجة. بشغل بقى المضرب كده لحد ما الخليط ده يندمج معايا، فتح معايا الخليط. شايفين بقى الخليط؟ ما شاء الله اللهم بارك. كده بقى معايا الزبدة كريمي ما شاء الله. بعد كده هضيف كوباية وربع حليب يكون كامل الدسم، بيدي طعم حلو جدا للبسكوت. ودي ربع كوباية. وهشغل بقى المضرب كده لحد الحليب ما يندمج مع الزبدة والسكر والزيت. ضروري بقى نضرب الزبدة والمكونات بتاعتها كويس جدا بالشكل ده. فعلا اتمنى تجربوه بنفس الطريقة وبنفس الخطوات، وانا واثقة ومتأكدة 100% ان هو يعجبكم ان شاء الله. ولو حضراتكم عجبكم الفيديو، يا ريت لايك وشير للفيديو. كده بقى معايا الزبدة جاهزة، بلم الجوانب كده وبقلبها تقليبتين. شايفين بقى الزبدة ناعمة ازاي، وريحتها وطعمها احلى واحلى. بعد ما قلبتها بقى كده، هجيب الدقيق ومكوناته اللي هو البيكنج باودر والملح. هضيف بقى الدقيق كده على الزبدة بالشكل ده. لو حابة بقى تعملي كيلو او 2 كيلو، ضعف الكمية. وبقلب بقى الزبدة كده مع الدقيق لحد ما تكون معايا عجينة طرية وسهلة التشكيل. ضروري بقى نقلب كويس جدا لحد الدقيق ما يندمج كده مع الزبدة والسكر. هعجن بقى بايدي كده عشان الم العجينة، تدينا عجينة طرية وسهلة التشكيل. العجينة بتتلم معايا لان مقاديري ناجحة 100% ان شاء الله. والبسكوت هيطلع معايا مقرمش وجميل وطعمه احلى واحلى. هلم بقى العجينة كده بالشكل ده لحد ما تكون معايا عجينة طرية وسهلة التشكيل.
بدأت بقى العجينة تتلم معايا، شايفين الجمال ما شاء الله اللهم بارك. العجينة طرية وسهلة التشكيل، فعلا جميل ويستحق التجربة. العجينة ريحتها وطعمها أحلى وأحلى. ده طبعا المش ده بيتباع عند مستلزمات الحلويات، وده كيس حلواني. احط بقى العجينة، ما تمليش الكيس قوي، يا دوبك تحطي نصه كده عشان تعرفي تشكلي البسكوت. باخد اول قطعة كده من العجينة وهحطها كده في الكيس الحلواني عشان اشكل البسكوت. ما تمليش بقى الكيس زي ما انا قلت لكم، شايفين بقى كده يعتبر نص الكيس عشان اشكل البسكوت يطلع معايا بكل سهولة ما شاء الله. بجيب بقى الصاج ما دهنوش اي حاجة وهشكل بقى البسكوت الجميل ده. شايفين بقى المشط بيطلع لي البسكوت جميل ازاي. هشكله بالشكل ده لحد ما اخلص الكيلو، وهوريكم الكيلو عمل لي قد ايه بسكوت. يعمل لي 2 كيلو بسكوت، اوفر وانضف كتير من ان انت تشتري من محلات جاهزه. وهشكله بقى بالشكل ده. شايفين بقى البسكوت متماسك والعجينه طريه معايا وسهله التشكيل. عايزه تطولي البسكوت عن كده براحتك، انا الحجم ده ليا حلو عشان لما تيجي ترصيه في العلبه مبقاش طويل قوي. حلو كده حجم البسكوت كده. وانت بقى بتشكلي البسكوت حاولي وانت بتشكليه كده تسويه قد بعض عشان يطلع معاكي البسكوت حجم واحد بالشكل ده. وبتسويه كده بصبعك. شايفين بقى العجينة طرية ازاي كده. مقاديري ناجحة 100% ان شاء الله. ولو عملت البسكوت ده بطريقتي فعلا هتنبهري بالنتيجة. شايفين بقى الجمال، بسكوت مقاس واحد وشكله وطعمه احلى واحلى. هو ده بقى البسكوت اللي من غير بيض. شايفين بقى الجمال، بيبقى طعمه جميل جدا ومقرمش. لو رصيتيه في العلبة وغطيتيه يفضل معاكي مقرمش لاخر بسكوتة. كده بقى شكلت البسكوت ما شاء الله. هتكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، وهرص بقى الصاجات الجميله في الفرن. هيقعد معايا بالظبط نص ساعه حسب الفرن بتاعك. واول ما يطلع ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الجمال، بسكوت مقرمش وطعمه احلى واحلى. حقيقي ما فيهوش ولا غلطه، واخد السوى المظبوط واللون الذهبي الجميل. شايفين البسكوته متماسكه ازاي، وريحتها بقى وطعمها احلى واحلى. فعلا جميل ويستحق التجربه. اعمليه بطريقتي دي هتعجبك جدا. شايفين بقى البسكوت عمل لي كميه قد ايه. عمل لي 3 سجات بنفس السجات دي ما شاء الله. لو اول مره تشاهدوا قناتي مطبخ سومة واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، ومشاركه الفيديو كل حبايبنا عشان توصل لكل الناس. وبكده تكون وصفتنا خلاص خلصت. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم ان شاء الله. بشكركم جميعا على المشاهده، في انتظار تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني دايما وبتشجعني في تقديم الافضل في القناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.